الشخص اللي اخترع الكعب العالي ده جواه كمية حقد وغل ناحية الستات غير طبيعية. والله غير طبيعية، انه يخليها طول الوقت كده واقفة على مسمار. بصوا الشكل ده، طول الوقت واقفة على مسمار ورجليها عاملة كده يا حرام، ولا على حامي ولا على بارد. طبعا دي كل تفكيرها في الحياة ازاي تخلص الوقت، يعني وهي رايحة مشوار او قاعدة في مكان عايز تجري تروح البيت عشان ترمي اللي هي لابساه ده. ممكن مثلا ده يكون شخص مراته كانت بتتأخر وهي بتلبس مثلا، فحب يعاقبها ان هو يخليها طول الوقت متعذبة بالشكل ده، او وهي ماشية جنبه بتتكلم كتير مثلا وده عامل له ازعاج، فقالوا والله لا خليها طول الوقت ما تفكرش اي حاجة غير في اللي هي ماشية عليه ده بقى وتعب رجلها فيه. هي طول الوقت ما هي في حالها بقى بتفكر امتى الوقت اللي هتروح فيه بيتها عشان ترمي الكعب اللي هي لابساه ده بطول دراعها وتبقى قاعدة ريلاكس كده. هو كان قاصد الحكاية دي، جواه كمية حقد ناحية الستات غريبة، شخص سايكوباتي جدا جدا. لا ومش دي بس المشكلة والله يا جماعة، عارفين ايه المشكلة الأكبر؟ انه أقنعها ان ده رقي وشياكة بقى، وان هي لما تمشي على المسمار ده 5 ساعات مثلا هي كده ست شيك. وقعدوا بقى يقولوا لها بوز جزمة حضرتك بيدل على انوثة طاغية، وكعبك مش عارفة بيدل على ان انت ايه، وحاجات غريبة كده. وهي كلت الطعم، كلته، ايوه والله كلته. مش مثلا تتناقش في الموضوع، تفكر شوية، طب انا راحتي بالدنيا، طب هو مش عامل في نفسه كده ليه، لابس جزمة فلات وقاعد كده مرتاح طول الوقت؟ لا، مشيت وراه وكلت الطعم، وفضلت طول الوقت يا حرام كاتمة وجعها في قلبها كده وساكتة ومش قادرة تفضفض يا عيني لأي حد، لا يقولوا عليها ست مش شيك. معقولة يعني عايز تلبس جزمة فلات وتبقى مرتاحة كده وماشية زي خلق الله الطبيعية؟ لا، لازم تبقى لابسة البتاع ده اللي قد كده كعب علشان تبقى ست شيك. مش عارفة ازاي اقنعها بكده والله، يعني حاجة غريبة. لا وتلاقينا بقى كلنا يا حرام في فرح كده شيك ولابسين حلو ومش عارفة ايه والكعب اللي قد كده، نص ساعة نص ساعة وبنبقى من جوانا كده بنصرخ بأعلى صوتنا بس مش قادرين نطلع لبره. والحل بيبقى ايه؟ واحنا خارجين من الفرح الشوز ده بيبقى في ايدينا، بيبقى في ايدينا، يعني اكيد كلكم شفتوا الحال ده، وماشيين كده في الارض لحد ما نوصل للعربية بتاعتنا. اكيد اكيد كلنا مر بالحكاية دي او شافها يعني. طب وليه ما احنا ما نخليهمش ينتصروا علينا الرجاله دول، ونرجع كده لعقلنا ونلبس الفلات عادي، مش هيقولوا علينا حاجه، مش هيقولوا مفلته هي، لا والله انا هبقى مرتاحه نفسيا ودي اهم حاجه.